بنقول مرحبا لكل أصدقائي ولكل الأبراج. اليوم موضوعنا مختلف تماما عن اللون الأسود والأحمر. بعض الأبراج ضروري جدا إنها ما تلبس هدول اللونين مع بعض، أو تحاول إنها تلبسهم كتير مع بعض، أو كل واحد على حدة. يعني تحاول إنها تبعد عن هدول اللونين قدر المستطاع، أو تكسره بألوان تانية اللي هو اللون الأسود واللون الأحمر. بعض الأبراج بس محرم عليها إنها تلبس هاي الألوان، وهلأ بدنا نعرف ليه ما لازم تلبس هاي الأبراج هاي الألوان، وشو الطاقة اللي ممكن توصل لها. خلينا نبلش ونقول يلا بينا، جاهزين؟ يلا. اللون الأسود واللون الأحمر ارتدائهم مع بعض أو كل واحد على حدة مو مشكلة. هدول يعني بيعطوا انطباع أحيانا بكون تردداته تمام سلبية على الشخص اللي لابسه، ممكن تأثر عليك وعلى الشخص اللي قدامك. مثلا إذا كنت بدك شغلة يمكن ما تقدر توصل لها بسبب هذا اللون لأنك أنت لابسه، ممكن بدنا نحكي إلها تأثير كتير عالي. أكيد طبعا الألوان، يعني إحنا الدنيا كلها انخلقت بالألوان، ما انخلق كلياتنا لون واحد. السما زرقاء، الأرض تراب بني، الشجر أخضر، الثمار في منها الأحمر أصفر ألوان. فأكيد إله معناها تأثير كتير كبير هاي الألوان علينا وعلى الأشخاص اللي حوالينا. البرج الأول معانا من الأبراج اللي ما بدنا إياها تلبس لون أحمر برج الحمل، لأنك أنت برج ناري، ففي منهم بيقولوا لا ما هو برج ناري فعادي إنه يلبس يعني اللون الأحمر. فنار أحمر رمز الاندفاع، رمز القوة، رمز الطاقة، الحركة. أنا معاكم بكل هذا اللي بتحكوه. أنا بدي رأيكم على فكرة، تحطوا لي برجكم وإذا فعليا أنتوا بتميلوا للون الأحمر ولا لا، حطوا لي إياه بالكومنت. أنا معكم. بقولوا لك آه بعزز الوفرة، بعزز كذا عند برج الحمل. تمام. شوف اللون الأحمر لمواليد برج الحمل ممكن يزيد من حدته، سخونته، حرارته، اندفاعه. يعني فوق ما هو مندفع بندفع أكتر. بدي إياك تتوقف إنك تلبس هذا اللون. ممكن اتخاذ قرارات بدون تفكير، بدون خطوة، بدون خطط. اللون حيخليك مندفع، واثق من حالك بزيادة. أو ممكن اللون الأحمر لأنه بيشبهك، أنت ناري تمام، فاللون الأحمر بيشبهك، فإحنا ما بدنا نفس النسخة منك، إحنا بدنا أفضل نسخة منك، لأنه الأحمر هو أكتر شبه لإلك، أو أكتر إشي بيشبهك بيشبه نفسك. إحنا ما بدنا نفس الشخصية، بدك تغير شخصيتك، بدك تتطور. فهو مش أفضل نسخة منك، حيكون أكتر حدة، بس زي شخصيتك ردود أفعالك حتصير بالعكس بزيادة أكتر من قبل. فاللون الأحمر بيعمل هاي الأشياء. ممكن ما يخليك تعرف تعمل مفاوضات ناجحة. اللون الأحمر ممكن يعمل صراع أو تكون تحت ضغط بسبب هذا اللون، إذا بتكتر كتير منه تلبسه أو ما بتكسره بلون تاني. أما اللون الأسود لمواليد برج الحمل، اللون الأسود هو رمزية بيربط للاكتمال أو الكمال، وبرضه بربط للإغلاق. ممكن يربط يعني لأشياء إغلاقات داخلية. حيعطي تردد. اللون الأسود لمواليد برج الحمل إذا لبسه في ثقل عليك، ثقل داخلي أنت مش فاهمه، مش عارف تحكيه، مش عارف توصفه، عم يكبح جماحك، عم يكبحك من الداخل، عم يقيدك، مش عم بتكون متحرر زي ما انت بدك. ما حتكون حماسي وعلى طبيعتك، حتحس وكأنك بتصطدم بجدار غير مرئي. شو هو الجدار الغير مرئي؟ بكون مثلا بدك تفوت بصفقة، مفاوضات، وظيفة جديدة، علاقة جديدة عاطفية، زواج، هاي الأمور. ففي جدار قدامك حيكون وكأن غير مرئي، بس أنت مش فاهم ليه عم بتخبط، ليه ما عم بوصل اللي بدي إياه، ليه ما باخد الموافقات اللي بدي إياها أو الأشياء اللي أنا بدي إياها. فاللون الأسود ممكن يعمل لك هذا الجدار وأنت مش منتبه يا مواليد برج الحمل. فهدول اللونين جدير بالثقة إن هي إشارات إنه ممكن توصل لنتيجة غير ناجحة. حاول إذا بدك تلبسهم تكسرهم مع لون ما يكون هو الغالب، يعني الأحمر مش غالب ولا الأسود غالب، يكون ألوان تانية هي اللي غالبة. لو حبيتوا بحب أعرف تحطوا لي بالكومنت رأيكم بالموضوع، وإذا فعليا أنتوا
الفيفوريت تبعكم، اللون المفضل تبعكم هو الأحمر أو الأسود، تكتبوا لي، أو إذا كان لون تاني برضه حطوا لي إياه بالكومنت. البرج الثاني معانا من الأبراج اللي محرم عليها اللون الأسود والأحمر. نشوف برج السرطان. فيا سرطانيين، اللون الأحمر أنا بحس إنه مواليد برج السرطان مش لونه المفضل. بحب الألوان المفعمة بالحيوية، الناعمة الهادية، زي هيك مثلا الأزرق، درجات الباستيل، الأزرق، الأصفر، الأخضر، الموف، البيربل، كل هاي البينك. هاي الألوان الباستيل بدرجات الشمعية، يعني بحس إنه أنتم بتحبوها، أو عم بشوف إنه فعليا، أو رأيي إنه على الأغلبية بمواليد برج السرطان بحبوا هاي الألوان. فاللون الأحمر هو لون للإغلاق، للأشياء تصير ضدك أو تنقلب الأشياء من غير شر عنكم، يعني تصير ضدكم أو تتغافل عن تفصيلة. عم بخليك، يعطيك غشاوة، عم بخليك تتغافل عن تفصيلة، وكأنه قناع على وجهك ومش عارف تركز بالأشياء اللي حواليك. يعني مثلا عندك وظيفة مش عارف تحدد شو بدك تشتغل، بطلت عارف ايش يعني بيعطيك هاي الطاقة انه حس حالك مشوش. لنفرض الأحمر كان كتير بغرفتك غالب أو على لبسك، حتحس إنه في مشكلة بس أنت مش فاهم شو هي المشكلة، مش عارف تحلها. أنتوا يا مواليد برج السرطان كتير سهل عليكم تقرأوا الأشخاص، هيك ب5 دقايق بتعملوا سكان على الشخص تعرف تقرأوه. مع اللون الأحمر ما رح تعرف تقرأوه، حتبطلوا بارعين بقراءة التناقضات والأشياء اللي حواليكم. فعم بعملك شوي، ممكن يعملك شوية توتر، ممكن يغير طريقة تفاعلك مع البيئة. يعني بدل ما انت حدا لطيف تصير حدا شوي متشنج او متوتر او عدواني اكتر. فيعني ممكن يعمل بينكم، انتبهوا يا مواليد برج السرطان، اللون الاحمر انه يعمل مسافة متوترة بينك وبين الناس، يبتعدوا عنك شوي بدون وعي، هم مش فاهمين ولا انت فاهم حتى. فهذا اللون ممكن يأثر جدا على علاقتك مع الناس، تصير حتى علاقتك معهم سطحية. أما اللون الأسود لمواليد برج السرطان، يعني هي مش مشكلة كتير كبيرة لمواليد برج السرطان. من الخارج مش مشكلة، بس من الداخل مشكلة كتير كبيرة بالنسبة لإلكم بطبيعتك، لأنك أنت بتحب الذكريات، المشاعر وهاي الأمور والأحاسيس، وصعب جدا أصلا إنك تهرب منها. فما بالك مع اللون الأسود اللي بعزز اتجاهك لحتى تنجذب للذكريات والأشياء القديمة. حيعزز اتجاهك إنك ترجع للذكريات بدون ما تحس على فكرة، تقول لا شو هالحكي هذا مش مقنع. لا، حيعمل هيك، حيأثر هيك عليك يا مواليد برج السرطان. ارتدائك للون الأسود غالبا تحديدا، يعني كنت بالبيت مش طالع كمان وبالبيت، ممكن جدا يخليك ترفض انك تطلع مشوار بدون ما تحس، مش جايبه الاطلاق، انت مش فاهم شو الاسباب، لانه الاشي اللي انت لابسه عاكس على نفسيتك، على داخليتك. ممكن يغير مزاجك، ممكن يخليك ساكت طول الوقت، ممكن يخليك ما تحاور حدا، ما عندك اجابات، تدخل بحالة اكتئاب او ضعف. مجرد صدى اللون عليك حيعطيك هذا الإحساس، حيضخمه أكتر. حتى مثلا أنت كنت متضايق أصلا وتلبس هذا اللون يا حبيبي، حتتضاعف طاقة الاكتئاب والضعف عندك، وإنك حابب تكون لحالك، مش حابب تطلع ولا تعمل أي إشي. حتحس إنه المكان اللي أنت فيه مش مريح، مش مقبول، وما فيه أمان بسبب اللون الأسود أو ممكن الأحمر. فإذا فعليا انتوا بتحسوا بهذا الاشي لما تلبسوا هاي الالوان، كتير بحب اعرف، تحطوا لي بالكومنت لحتى اتاكد. البرج الثالث معانا اللي محرم عليه كمان انه يلبس الاسود والاحمر، انه لازم يكسرهم شوي بالالوان، هو برج العذراء. مواليد برج العذراء واللون اللي هذا اللون الاحمر ما بيناسبك ابدا، حيغير نظرة الناس لإلك فورا. بأي إشي حتتعارض دائما، حتكون يعني الناس حتتعارض معك بأي رأي بتحكيه، أي إشي موضوع نقاش تفتحه وأنت لابس هذا اللون. حيخلي من سلطتك بهذه الفترة، يعني أنت عندك سلطة يا مواليد برج الأزرق وكفاءة ودقة، لكن
اللون الأحمر الصاخب حيخلي يضعف الآلية هاي اللي عندك، يضعف هاي الأشياء اللي جواتك، حيتحول الانتباه من كلامك، محتواك، أمورك المهنية، قد إيه أنت شاطر بتعرف تحكي وتعرف تقنع، لا هيمنة اللون الأحمر، لا تركيزهم يصير على اللون اللي أنت لابسه. فعشان ما تخلي الناس تركز عليك خارجيا وتركز على عقلك وفكرك، حاول تبعد عن هذا اللون. اللون الأسود بالنسبة لمواليد برج العذراء، الوضع هون أكتر تعقيد بالنسبة لكم، لأنه بعرف معظم مواليد برج العذراء كتير بحبوا اللون الأسود، يعني هو بكون لون محايد إنه بتقدر تلبسه لكل إشي. فعم بشوفه تحديدا للبنات كمان، مش بس الشباب، البنات هاد الإشي أو هاد اللون عم بخليه بينك وبين أي حدا دايما في مبالغة، مبالغة بالصراع، مبالغة بالمشاكل، مبالغة بالانتقاد، حيخليك تنتقدي حالك أكتر أصلا داخليا، تصير تسألي حالك أشياء وأنت مش فاهمة مش حاسة بسبب اللون اللي أنت لابسيته، أو الأشخاص ممكن ينتقدوكي بهذا اليوم. حيخلي وضوحك أو وضوحك يا مواليد برج العذراء بشكل عام، وضوحك أقل، مش فاهم الأشياء اللي حواليك ولا عارف تشوف الجوانب الإيجابية فيك أو بالناس اللي حواليك. بدي اياك تلاحظ كل مرة بتلبس فيها لون الأسود عم بصير فيها مشاكل وبتتكرر، صح ولا لا؟ في نزاعات تتكرر بهذا الوقت. كل ما تزيد عندك فرص منيحة وبدك توصل للنجاح، عم بتلاقي تاخد قرارات غلط وبترجع خطوة لورا، أو بصير إشي وبتخرب معك هاي الشغلة. لنفرض بهذا اليوم اتذكر انك كنت لابس هذا اللون الأسود ولا لا، أسود كامل على كل جسمك، أو في أشياء بتتأخر أو أشياء بتتأجل ليوم تاني، أو أنت بتأجلها أو بتأجلها بعد الظهر أو كذا أو الأسبوع اللي بعده، بدون يعني ما تكون عارف، أو بدون مثلا ما تكون فاهم شو عم بيصير معك يا مواليد برج العذراء. فانتبه من هذا الموضوع ومن هدول اللونين. والبرج الأخير معانا مواليد برج مين؟ يعني ما لازم يلبس الأسود والأحمر، هدول بموتوا على الأسود، يا حويلي اللي ذبحتي اسمه، العقرب. العقرب خلص حكيتها. الأسود بالنسبة لإلك أكثر خطورة، أكثر خطورة. ولو تمزج كمان الأسود والأحمر يا حبيبي شو حيصير؟ كارثة، كارثة. أبدا ما بيدعم أي ميول لإلك، ما بيدعم مواهبك، ما بيدعم الأشياء اللي بتحبها. اوكي هلا الاسود له جاذبيته لانك انت غامض واثاره وتشويق وقصص زي هيك وحركات يا عقرب، بس وبتحس حالك محمي منه بسلطه لا تقهر والسيطره على الاخرين. هذا كله حكي فاضي. ليه؟ لانه حيحطك بجانب سلبي، حت الشخص اللي قدامك حيرجع خطوتين 20 خطوه لورا، صدقني. حيبطل في تواصل عميق بينك وبين الأشخاص اللي حواليك أو اللي قدامك. يا مواليد برج العقرب حيصير في عندك عم تجذب لإلك بصريا أشياء وطاقة عدم الانفتاح، يعني ما تنفتح عليك طاقة أشياء حلوة، طاقة أشخاص، طاقة مشاعر، طاقة مصاري، طاقة شغل، عم تخترقك طاقة سلبية مش طاقة إيجابية مع هدول اللونين الأحمر والأسود، أو الأسود لحال أو الأحمر لحال. الأحمر حيعطي إشارات للأشخاص اللي قدامك أنت حاد جدا، فحيكون في حاجز بينك وبينهم، حيحسوا إنه مش عارفين يتفاعلوا معك، أو ممكن يتفاعلوا معك بحدة أكبر، إنه حاسينك أنت حاد أو غاضب أو معصب وأنت مش هيك أصلا داخليا، لكن خارجيا وهذا الواضح لهم. حيعزز هذا اللون عندك بقوة، حيصير في حدية بينك وبين الشخص، في صراع، عم تستنزف طاقتك بتصير بهذه الفترة اللي أنت لابس فيها هذا اللون، بدون ما أنت مش فاهم ليه هيك عم بيصير حوالي. كمان ممكن يصير في ردود فعل مفرطة منك، يعني مش ضروري تكون ردة فعلك هالقد كبيرة، بتكون برضه مع لبسك لهذا اللون الأحمر أو الأسود، أو تتمسك بمواقف مش لازم تتمسك فيها، يعني عادي تقدر تسلك الدنيا تمشي الدنيا، برضه أنت مش فاهم إنه بسبب الألوان هاي اللي أنت لابسها. في صراعات قديمة ممكن تطلع معك، في تصورات قديمة، في إشي قديم حيطلع معك من الداخل، ممكن تخسر أشخاص بسببه. فحاول أنك تختار أي لون غير اللون الأسود والأحمر
بلبسك، لأنه حيعمل حاجز فعليا بينك وبين الأشخاص يا مواليد برج العقرب. كتير بحب أعرف إذا في حدا منكم بحب هدول اللونين أو بلبس منهم، وانتبهوا كتير من تحديدا هدول الأبراج. المرة الجاية بنعمل على الأبراج الجاية، وعدنا عيوني تنتين، بس تحديدا هدول الأبراج هذا تأثير اللون الأحمر والأسود عليهم، وبحب أعرف إذا بتحبوهم هدول اللونين أو لا، أو شو الألوان اللي فعليا بتفضلوها. واعطونا اقتراحاتكم لهيك مواضيع أو هيك محتوى، كتير بحب أعرف شو اقتراحاتكم. بشوفكم بالفيديوهات الجاية. هلا بدل لكم إيه لقاء يا أصدقاء.